رايت بقى. أنا اسمي علي، طالب في كلية أولى تجارة من الأرياف، وطبعا بعيد عن الجامعة، عشان كده سكنت في المدينة الجامعية. وكنت أنا وواحد صاحبي اسمه عبد الكريم، واحنا أصحاب من واحنا في ابتدائي. المهم سكننا أنا وهو في أوضة واحدة، وكانت الأوضة فيها 3 سراير، بس التالت ما كانش جه. وخدنا أول أسبوع أنا وعبد الرحيم لوحدنا. نسيت اقول لكم اني مدمن قصص وافلام رعب. لما رجعنا تاني اسبوع يوم السبت الظهر، لقينا واحد موجود في الشقه وتعرفنا عليه، وكان اسمه شاذلي في اولى حقوق. اول اسبوع قضيناه معاه كالعادي، بس في ليله من الاسبوع اللي بعده، واللي انا بسميها الليله الملعونه، كانت بدايه المشاكل. لما طفينا النور وجينا ننام، وطبعا كلنا فتحنا نت شويه قبل ما ننام، وانا زي عادتي فضلت اقرا قصص رعب، وكان لسه في صفحه لسه عارفها في اليوم ده. فبقول لعبد الرحيم انا لقيت صفحه قصص رعب ملهاش حل. عبد الرحيم يا ابني كفاياك رعب هيحصل لك حاجه. شاذلي قال طب اعمل لي منشن في اي بوست فيها. طبعا هو ما كانش ليه في موضوع قصص الرعب وكده، بس الفضول جذبه ودخل قرا قصه، والخوف تملكه وما عرفش ينام. بس بعد يومين كده كل ما تشوفه تحسه انه مرعوب وخايف من حاجه، وساعات تلاقيه متنح في ناحيه كده، ولما تبص على الناحيه اللي هو باصص فيها مش بنلاقي حاجه، ولما نساله مالك بيقول مفيش، بس بيتوتر وبيرتبك كده. وبدأت تحصل حاجات غريبة في الأوضة، زي حاجات بتقع من غير ما حد يلمسها، أو بنسمع أصوات غريبة، لحد ما في مرة النور قطع. والغريب إن النور فضل ربع ساعة ما جاش، رغم إن المدينة الجامعية دي فيها مولدات بتشتغل لما النور يقطع. بس لما فتحت البلكونة لقيت النور كله في المدينة شغال، ولما بصينا في كوبس النور لقيناه مقفول، رغم ان محدش لمسه. احنا فكرنا ان حصلت قفله او حاجه. شغلنا النور تاني، بس مفيش 5 دقايق لقينا النور قطع تاني. طبعا احنا اتخضينا. عبد الرحيم قال لي يلا ننزل للمشرف نقول له، اكيد في حاجه بايظه في السلك ده. قلت له يلا بينا. شاذلي قال برعب وخوف لا بلاش والنبي. عبد الرحيم قال له ليه يا ابني مالك مرعوب كده ليه؟ شاذلي قال يا عم احنا هننام دلوقتي، ننزل ليه؟ بكره لو فضل كده نبقى نقول له. انا قلت لعبد الرحيم خلاص ننام دلوقتي، بس كنت مستغرب جدا من طريقته وخوفه ده. شاذلي فضل 20 يوم على الحاله دي، بعد كده بدأ يتحسن وخوفه ورعبه اختفى، بس بقى يتصرف تصرفات اغرب من الاول. يعني وهو نايم تلاقيه بيضحك مع نفسه كده لوحده، وساعات بيبص لاتجاه معين وهو مبتسم، وساعات تحسه بيتكلم مع حد. وموضوع النوب ده حصل 2 3. والاغرب بقى كيس اسود صغير كان بياخده معاه كل ما يروح الحمام، وكلامه معانا قل جدا وانعزل عننا خالص، وبقى عصبي وعاوز يتخانق وخلاص، لدرجة انه افتعل مشكلة مع واحد صاحبنا كان بيقعد معانا من حاجة فاضية. وهنا انا وعبد الرحيم وصلت معانا منه للاخر، وقررنا اننا ما نعدلوش تاني. تاني يوم كعدته وافتعل مشكلة مع عبد الرحيم، بس المرة دي اتفاجئ من رد فعل عبد الرحيم لانه مسكتلوش. وبعدها دخلت انا وشدينا معاه ومسكناه وهزقناه وكنا هنضربه. راح خد كتبه ومشي وراح لكليته، بس وهو خارج بصلنا بابتسامه خبيثه كده ومشي. انا وعبد الرحيم رجعنا ننام، بس قمنا مخضوضين على خبطه الباب. بصينا للباب لقيناه مقفول، ولما فتحنا الباب ما لقيناش حاجه. احنا فكرنا ان هو حب يخضنا ورجعنا ننام تاني، يعني ما حطيناش في دماغنا. بس بعد شويه لقينا الباب اتخبط تاني، والمره دي لقيناه اتفتح لاخره، بس اتقفل مره واحده، وهو البلكونه اتقفل بخبطه جامده من ورانا، والنور بدا يفتح ويطفي، والاطباق والحلل اللي جايبينها معانا بدات تترمى علينا، وفضلنا نصرخ لحد ما سمعنا صوت مخيف بيقول لنا اوعوا تزعلوا شاذلي انا بحذركم اهو. وفجاه النور انطفى والاطباق رجعت مكانها، وطبعا كان في ناس بتخبط عاوزه تعرف ايه اللي بيحصل. تملكنا خوفنا وفتحنا الباب وفهمناهم ان ده كان صوت فيديو في التليفون ومعلين الصوت. رحنا لبسنا هدومنا ونزلنا الكليه واحنا مش فاهمين ايه اللي حاصل خالص. عبد الرحيم قال لي ايه اللي بيحصل ده، هو الواد ده مخاوي ولا ايه؟ قلت له انا مش عارف في ايه، انا خايف قوي، انا خايف ارجع الاوضه تاني.
عبد الرحيم قال لي بس لازم نفهم ايه اللي بيحصل. وانا بفكر افتكرت الكيس، قلت له الكيس. عبد الرحيم قال لي كيس ايه؟ الكيس اللي مع شاذلي، اكيد هنلاقي فيه حاجه تدلنا. عبد الرحيم بص لي كده وقال لي انت شكلك اتجننت، انت نسيت اللي حصل معانا وانت عاوزني نفتح الكيس بتاعه؟ قلت له اسمع كلامي، يلا بينا على الاوضه. رجعنا الاوضه، واحنا داخلين الاوضه لقيناه خارج وبيبص لنا بابتسامه خبيثه كده وكانه عارف اللي حصل معانا. احنا دخلنا الاوضه لقينا الكيس على السرير. انا فتحت الكيس رغم الخوف والتردد. لما فتحنا الكيس اتفاجئت بحاجات حجيمي، صوابع روج ومساحيق تجميل وحاجات زي كده. احنا تنحنا ومستغربين جدا. رحت اخدت الصباع روج وقفلت الكيس. عبد الرحيم قال لي انت اكيد اتجننت رسمي. قلت له طيب يلا احنا نازلين البلد. عبد الرحيم قال لي طيب والمحاضرات؟ قلت له محاضرة ايه دلوقتي، يلا بينا. طبعا ده كان يوم خميس واحنا مجهزين الشنط من امبارح عشان نروح بعد المحاضرات. خدنا الشنط وخرجنا، بس واحنا خارجين سمعنا صوت ضحكة مرعبة. طبعا خفنا وقفلنا الباب بسرعة وطلعنا جري. طلعنا على الطريق وركبنا العربية. واحنا في العربية عبد الرحيم قال لي انت ناوي على ايه؟ قلت له عارف الشيخ عبد الله؟ عبد الرحيم قال لي نعم يا بابا، بتاع الجن والعفاريت. اوعى تكون بتفكر في اللي في بالي، انا مش عاوز ادخل في الحاجات دي. قلت له نعم يا حبيبي، امال ايه اللي احنا فيه ده؟ عبد الرحيم قال لي طب انت خدت صباع الوش ليه؟ قلت له عشان الشيخ يعرف اذا كان بتاع جن ولا ايه بالظبط. واتفقنا نتقابل الساعة 5. انا وصلت البيت وقعدت واتغديت وغيرت هدومي ودخلت نمت. بس فجأة لقيت نفسي انا وعبد الرحيم في مكان زي قلعة بس مخيفة جدا، زي اللي بنشوفها في افلام الرعب. وفي حرس كتير بس وشوشهم واجسامهم مش عادية، ضخام وشكلهم قذر جدا يعني بمعنى الكلمة. وانا وعبد الرحيم متأيدين بالسلاسل والحرس بيزقنا قدامهم لحد ما وصلنا الباب الكبير. الباب اتفتح ودخلنا، بس كانت اوضه كبيره جدا بس فخمه ومش مخيفه زي باقي القلعه. وفي اخرها كان في عرش كبير مكون من كرسيين واتنين قاعدين عليه، بس لما لمحهم مش واضحه لان العرش بعيد. فضلنا ماشيين لحد ما قربنا منهم، وهناك كانت المفاجاه. ده شاذلي وقاعده جنبه واحده جميله جدا وبيبصولنا. شاذلي قال لي انتوا فاكرين انكم تقدروا عليا؟ قامت هي قايله انا مش حذرتكم قبل كده؟ انتوا اللي جبتوا لنفسكم، استحملوا بقى، انتوا اعلنتوا علينا الحرب وانا هعرف اوريكم شغلكم. شاذلي بصلي وقال لي انا بشكرك جدا يا علي عشان القوه معايا دلوقتي بسببك انت. فجأة جه واحد شبه الحرس بس ضخم جدا وقوي جدا عن الحرس الباقيين، وفي ايده كرباج طويل جدا، وراح رفعه وضربنا بيه انا وعبد الرحيم، والكرباج جه فينا احنا الاتنين من طوله، وكانت ضربة قوية قوي. صرخت من الألم بس لقيت نفسي بصرخ في اوضتي وعلى سريري، كنت بحلم. استعذت بربنا وهديت نفسي بس حسيت بألم جامد جدا في ظهري. ببص لقيت التيشيرت مقطوع واثر ضربة الكرباج معلم في ظهري. طبعا من اللي احنا شفناه انا مستغربتش، بس استغربت من الحلم. مين اللي مع شاذلي دي؟ يعني ايه حذرتنا؟ ويعني ايه حذرتنا؟ مش ممكن تكون اللي في المدينة، لانه رغم ان صوتها مايل لحريمي بس كان عالي جدا ومرعب، ودي صوتها رقيق جدا. وشاذلي يقصد ايه باني السبب؟ انا قمت وخرجت عشان اقابل عبد الرحيم، وعرفت ان حلم نفس الحلم ده اذا كان حلم اصلا. رحنا للشيخ وحكينا له واديته صباع الجوج. فضل يقول كلام غريب وطلاسم وتعاويذ. لقيته بيقول لنا ده بتاع جنيه واكيد متجوزه صاحبكم. احنا اتخضينا وانا قلت له بس في جنيه بتستعمل مساحيق تجميل وانا اعرف ان الجن بيكون شكله مخيف. الشيخ قال الجن بيقدر ياخد اي شكل، ولما بتكون متجوزه بتاخد شكل انساني للي متجوزاه، وممكن تتغير الاشكال او تاخد الشكل اللي هو عاوزه، بس بيكون شاف قبل كده شكلها الحقيقي وعارفه. وكمل وقال بس هو اكيد اتجوزها بالغلط، يعني قرا تنصب من غير ما يعرف،
لانه كان مرعوب الاول. انا في اللحظة دي افتكرت الليلة الملعونة، وافتكرت القصة اللي شاذلي قراها، وانها كان فيها جواز جن لبشري وكده، وان كان فيه كلام غريب وطلسم وتعويذ. بس انا ما قريتش لان عندي خبرة في قصص الرعب، وعارف ان الكلام الغريب ممكن يكون طلسم او تعويذة. انا طلعت موبايلي ووريت الكلام اللي في القصة للشيخ. الشيخ قال ولا طلسم جواز بس قوي، بيجوزك جنية من قبيلة قوية جدا وكافرة، وبتكون من نبلاء القبيلة. اللي متجوزة صاحبكم دي أميرة من أميرات القبيلة وبنت ملكها، والأميرة دي قوية جدا. عبد الرحيم فضل يلطم زي الولاية ويقول لي ادي اخرة قصة، هنموت على ايد جن. الشيخ عبد الله اداني ورقة وقال لي لو حصل معاكوا حاجة اقروا الكلام ده، في كام جن سخرته لكم عشان يحميكم، بس مش بقوتها، يعني مسألة وقت وهتخلص عليهم. عبد الرحيم قال نعم، ودول لازمتهم ايه؟ بتأجل موتنا مثلا؟ الشيخ عبد الله لا، بس هتحتاج وقت زي اسبوعين عشان تقدر تخلص منهم. قبل الوقت ده اكون انا لقيت طريقة اخلص عليها، جن قوي ولا اي حاجة. رجعت انا وعبد الرحيم لبيوتنا، وانا افتكرت ان معايا طلسم تحضير جن قوي جدا حافظه على التليفون، بس خفت لما اقدرش اسيطر عليه. واليومين اللي خدناهم في البيت قضيناهم كوابيس. رجعنا يوم السبت المدينة، وفي الليل جه شاذلي ووصلنا بصيته الخبيثة، والساعة 12 الترابيزة اترمت على عبد الرحيم والنور اتقطع، وحاجة مسكتني من هدومي ورمتني على الحيطة، وشاذلي فضل يضحك. رحت طلعت الورقة وقريت الكلام، وفجأة الأوضة اتقلبت صريخ وأصوات غريبة، والحاجات بتترمي هنا وهناك. احنا التلاتة خرجنا من الأوضة واتخانقنا، الناس طلعت من وضعها على صوتنا وبعدونا عن بعض، والحمد لله محدش اشتكى. دخلنا اوضتنا لقينا الدنيا مكركبه، ظبطناها ونمنا. عرفت من الشيخ عبد الله ان الجن بتوعه خلصوا على واحد من حراسها وهي انسحب، بس بيقول ان هي هترجع تاني بعد كام يوم. وكانت الساعه 1 بالليل. شاذلي بيبصلنا وبيضحك. فجأة رن عليا الشيخ عبد الله بيقول لنا انها اشتبكت بحراس اقوى مع الجن بتوعه وهتخلص عليهم بعد دقايق. عبد الرحيم كان عاوز يمشي بس انا عقلته وقلت له هتجيبنا، انا هعمل اللي قلت لك عليه. عبد الرحيم قال لي انت متاكد؟ قلت له انا مفيش قدامي حل غير كده. انا طلعت التليفون وقريت التعويذ والطلاسم، لقيت الجن قدامي واقوى مما كنت اتخيل. انا اتمليت خوفي وتوتري عشان اقدر اسيطر عليه، وقريت عليه طلاسم وتعويذ تاني. الحمد لله قدرت اسيطر عليه. كل اللي انا كنت متوقعه حصل. كانت هي خلصت على الجن بتاع الشيخ وجايه بحراسها. الجن اللي انا حضرته طلع قابلها في البلكونه واشتبك معاهم، وبدأ الصراخ والتعويذ بتاعتهم اللي بيضربوا بيها بعض بره الأوضة. فجأة نور الأوضة اتطفى وهي ظهرت لنا كلنا بشكلها الحقيقي ومخيف، اللي أقل ما يقال عنه مسخ، وفي مخالب كبيرة أوي في إيديها. ولسوء الحظ الجن بتاعي كان مشغول مع حراسها، وهي مسكتني ورمتني على الحيطة. أنا وقعت ومش قادر أتحرك من قوة الخبطة، وراحت لعبد الرحيم ومخالبها بوظت وشه خالص، ورجعت مسكتني ورفعاني وحطت مخالبها على رقبتي وكانت هتقتلني. فجأة راحت صرخة وسابتني، جسمها كله بقى بيطلع منه دم. ببص لقيت الجن بتاعي واقف وراها وبيلعب بايده كأنه بيعمل تعويذة، وراح رافع ايده وحرقها خالص واختفى فجأة. وراح شاذلي نزلت منه دموع وقال انا هخلص عليكم، وراح ماسك سكينة وراح ناحية عبد الرحيم. في اللحظة دي المشرفين كسروا الباب ودخلوا بعد ما جت شكاوى من الاصوات اللي في اوضتنا، ومسكوا شاذلي وبعدها تحول لمستشفى المجانين بسبب كلامه، غير انه كان منهار عصبيا. وانا وعبد الرحيم بعد ما اتعالجنا من جروحنا وخرجنا من المستشفى لقيت الجن رجع، وقلت له انت ازاي تسيبني من غير ما اقولك انسجن؟ صاحبي كان هيموت. الجني انا اسف سيدي، لكني كان يجب ان اعود لقبيلتي بعدما حركت الاميره لانذارها لان ابيها بالطبع سيقاتلنا ينتقم. قلت له هتقدروا عليه؟ الجني قال قبيلته قويه لكنهم كفره ونحن مسلمون وباذن الله سننتصر، انه قادم الينا بالفعل وسنحاربهم قريبا، لكن انتبه عندما سينتهي منا سوف ياتي لينتقم منا، والحرب قد تطول لسنوات.
من تصرف ساعات الأغبياء وفجأة اختفى. وعدي 3 شهور دلوقتي والجن مجاش. وانا كتبت القصة دي عشان احذركم من الطلاسم والتعويذ اللي بتقروها من غير ما تاخدوا بالكم. محدش ينسى يعمل لي لايك وسبسكرايب واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات.